يا ريت لو ما اتفرجتش على الحلقات دي ترجع تشوفها تاني على قناة القاهرة والناس على اليوتيوب. من 10 سنين تقريبا لو كان حد اتكلم معاك في ان في مشاهد او صور متفبركة بالكمبيوتر او انها صور فيك، كان كل اللي هيجي في دماغك على طول فوتوشوب، على الرغم من انه ما كانش معروف غير في وسط المصممين والرسامين. لكن دلوقتي للاسف بقى اي حد تقول له صورة متفبركة او مشهد متفبرك يقول لك ده فوتوشوب، وكأن الفوتوشوب هو مصدر الفبركة الوحيد في الكمبيوتر. في حلقة النهاردة هنتكلم عن بعد جديد في الفبركة والتزييف بالتكنولوجيا ما يخطرش على بالك على الإطلاق. انسى بقى الفوتوشوب وانسى الخدع السينمائية. احنا النهاردة هنتكلم عن الذكاء الصناعي وازاي ممكن يستخدم في تزييف وعي الناس وتزييف الفيديو والمحتوى بشكل لا تتخيله. ولو محتاج تعرف ايه هو الذكاء الصناعي، انصحك برضو انك تتفرج على حلقاتنا اللي عملناها قبل كده عن الذكاء الصناعي عشان تفهم الموضوع بشكل مفصل. النهاردة هنتكلم عن اختراع جديد باستخدام الذكاء الصناعي اسمه ديب فيكس. هي تكنولوجيا معقدة بس بقت متاحة في ايد الجميع دلوقتي بما انها بقت برنامج كمبيوتر، مش بس كده ده كمان ببلاش. برغم من انها تقنية هتوفر فلوس رهيبة في المؤثرات والخدع، الا انها تفتح باب جهنم علينا في كل شيء ممكن نشوفه على الانترنت او حتى في التلفزيون. الناس دايما كانوا بيقولوا ان الكاميرا مش ممكن تكذب، واعتقد زمايلنا في الميديا عارفين المقولة دي، وحتى الصحفيين فاكرين المقولة دي كويس. لكن بالرغم من انتشار المقولة دي، لأن الموضوع ده مش دقيق حتى قبل ابتكار الفوتوشوب، مش دايما الكاميرا ما بتكذبش، بالعكس الكاميرا ممكن تكذب وبتكذب جدا كمان. تعالوا نشوف المقطع ده لطريقة قديمة جدا في التعديل في الصور قبل حتى ظهور الفوتوشوب. So when this picture was taken originally, it didn't have the Acme logo on it. It was put on digitally, and it can be removed just as easily. Drops of water can be put in a space left by the erased logo by simply picking up existing drops of water and duplicating them a few centimeters away. The potential for the system goes a lot further than that. Operators say they can take a group photograph, for instance, and rearrange the people's heads on different shoulders in such perfect detail it would be impossible to tell a change had been made. ايه رأيك؟ شايف الكمبيوتر كان شكله عامل ازاي في الفيديو؟ حاجة عتيقة كده وما كانش فوتوشوب على الإطلاق، كان سيستم للتعديل على الصور. إنما بقى لو هنتكلم عن الفيديو فالموضوع مختلف. الفيديو بالنسبة للناس موضوع مصدق بشكل كبير جدا عن الصور. يعني لو شفت صورة وفيديو تفتكر هتصدق ايه أكتر؟ الفيديو ولا الصورة؟ أكيد هتصدق الفيديو، لأن الفيديو فيه لقطات كتير جدا والتعديل عليه مسألة مش سهلة، أو على الأقل مش متاحة غير لشركات عملاقة في مجال السينما أو متخصصين في الخدع السينمائية، وبالتالي الفيديو مش سهل إن حد يقول إنه متفبرك من غير إثبات أو دليل إنه فعلا متفبرك. الشخصيات مثلا في الفيديو ليها حركات معينة، لو لقيت مثلا الشخصية بتعملها ممكن تقول ده الفيديو متفبرك، او ان حركة بقه مختلفة، او ان جسمه مختلف، او علامات تقدر بيها تقول ان الفيديو متفبرك. لكن في نفس الوقت فبركة الفيديو زي ما قلنا موضوع مش سهل، ومش سهل كمان انك تثبت انه متفبرك. فاكر حلقاتنا اللي عملناها عن فيديو بروباغندا داعش اللي مستخدمين فيها تقنيات عالية جدا زي حرق الطيار معاذ الكساسبة، وزي الفيديو اللي ذبحوا فيه الناس على سواحل ليبيا؟ فاكر الفيديو كان عامل ازاي؟ ارجع لحلقاتنا وانت تعرف ان الموضوع مش سهل ابدا انك تثبت انه متفبرك او لا، بغض النظر بقى الناس دي ماتت ازاي في الحقيقة. لكن اللي فات ده كوم بقى، واللي هنتكلم عنه النهاردة كوم تاني خالص من التزييف والفبركة باستخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي، خصوصا برنامج ديب فيكس. ايه بقى يا سيدي البرنامج ده وبيعمل ايه وبيشتغل ازاي؟ كل ده هنعرفه بس بعد الفاصل. سما اهلا بيكم. ايه بقى يا سيدي تقنية ديب فيكس؟ دي ببساطة عبارة عن تعديل على الفيديو، خصوصا اللقطات اللي فيها مشاهير. البرنامج بيقوم ببساطة بتعديل الفيديو ويحط صورة الممثل على صورة شخص تاني في الفيديو بشكل متناهي الدقة، لدرجة انك ما تقدرش تميز بسهولة ان الفيديو متعدل او متفبرك بالكمبيوتر. ببساطة ممكن تحط وش شخص في مشهد على جسم حد تاني عشان يظهر وكأنه بيعمل حاجة عمره في حياته ما عملها، ولا ممكن تتخيل انه يعملها او انه يكون موجود اساسا في المشهد ده. مش بس كده، ممكن البرنامج كمان يعدل تعبيرات الوش علشان توافق الكلام اللي بيتقال، بحيث يظهر الشخص وكأنه بيقول كلام ما قالوش على الإطلاق. يعني من الآخر ممكن يلبس تهمة ببساطة شديدة. عشان تفهم بقى اللي أقصده، تعالى أوري لك مشهد من فيلم إنديانا جونز، وشوف لما يتشال وش الممثل الحقيقي هاريسون فورد ويتحط مكانه وش نيكولاس كيج، وقول لي إيه رأيك؟
بذمتك لو مش عارف ان الفيلم ده مفيش فيه نيكولاس كيج هتقدر تعرف الحقيقة؟ ما اعتقدش. بمناسبة نيكولاس كيج، ما بيفكركش الموضوع ده بفيلم فيس اوف؟ تعال نفتكر. بغض النظر عن ان الفيلم كان بيتكلم عن عملية نقل وش في الحقيقة بيولوجيكال يعني، لكن ايه المانع انه يتنقل ديجيتال؟ وده موضوعنا النهاردة، ازاي الوش ممكن يتنقل من شخص لشخص من غير ما تقدر تميز انه اتغير. بالمناسبة التقنية دي ظهرت من فترة كبيرة في سناب شات، والشباب والبنات اللي غاويين سناب شات هيعرفوا اللي بتكلم عليه. ده بالأساس اللي انتشر على سناب شات لما الشباب استخدموا فلاتر معينة علشان يركبوا حاجات على وشوشهم في الفيديو، زي ودان القطط والحيوانات والورد وغيرها. الفلاتر دي معتمدة على تقنية في الذكاء الصناعي اسمها فيس ديتكشن، أو تقنية التعرف على ملامح الوش.